خليني أسألك سؤال. في يوم من الأيام حسيت إن كل حاجة بتضغط عليك في نفس الوقت، الدراسة، العلاقات، التوقعات، الأخطاء، وحسيت إنك محتاج تمشي وبس، تركب عربيتك وتسيب كل حاجة وراك. ده اللي حصل مع مورا موري. حست بدوت، وفي يوم 9 فبراير سنة 2004 ركبت عربيتها ومشيت وما رجعتش تاني. بس ما اختفتش في مكان مجهول، وما كانتش طالعة على رحلة مغامرة. لا، ده لقوا عربيتها مخبوطة على طريق رئيسي في ولاية نيو هامبشاير، والعربية لقوها وشنطتها لقوها وأكلها لقوه، بس هي أكنها اتبخرت. ومن يوم 9 فبراير 2004 البوليس فتش والأهل دوروا والإنترنت كله اتقلب. آلاف الناس، محققين هواة، صحفيين، متطوعين، كلهم اشتغلوا على الملف دوت لأكتر من 20 سنة، ومحدش للحظة دي عرف ايه اللي حصل لمورا موراي. وبجد دي مش قضية اختفاء عادية، لا، دي القضية اللي حولت الإنترنت لأكبر تحقيق جماعي في التاريخ الحديث، وفضلت مفتوحة. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست الأرشيف. معكم أحمد الغنيمي، وده ملف مورا موراي. ففي البداية بدون أي مقدمات طويلة، ما تنسوش إن أنتوا تعملوا لايك وفولو البودكاست، ودعواتكم ليا لأن الحلقات دي بتنزل وأنا في الجيش دلوقتي، فيا رب يهون عليا الدنيا ديت. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في البداية عشان تفهم القضية ديت لازم تعرف مورا. مورا مش مجرد اسم على ملف. مورا كانت شخص حقيقي، بتفاصيل، بتناقضات، بحياة كاملة قبل اليوم اللي اختفت فيه. مورا آن موراي اتولدت في 4 مايو سنة 1982 في ولاية ماساتشوستس. أنا ما بعرفش أنطقها، وعامة الاسم صعب. المهم إنها كانت واحدة من 5 إخوات في عيلة موراي. أبوها فريد موراي جندي متقاعد من الجيش الأمريكي، وراجل بتاع انضباط وتعب ومسؤولية. أمها لوريتا موراي. والعيلة كانت متواضعة، عيلة مش غنية بس فيها قيم واضحة. مورا كانت النجمة اللي بتلمع في العيلة، عداءة موهوبة، كانت بتجري في بطولات المدرسة وفازت بميداليات كتيرة، وكانت متفوقة دراسيا وشخصية كاريزماتيك جدا، والناس اللي عرفوها وصفوها إنها بتملى المكان. وفي سنة 2000 مورا دخلت أكاديمية ويست بوينت العسكرية. ولو ما تعرفش الأكاديمية ديت، خليني أقول لك إنها واحدة من أصعب وأرقى الأكاديميات العسكرية في العالم، ومش أي حد بيدخلها. في اختبارات بدنية وذهنية ومقابلات شخصية، فالأمر صعب جدا يعني. وكل سنة كان في نسبة صغيرة بس اللي بتتقبل أساسا في الأكاديمية ديت، ومورا كانت واحدة من المحظوظين اللي اتقبلوا. بس بعد سنة، في 2001، سابت ويست بوينت، والأسباب الرسمية ما اتكشفتش بالكامل للعلن. بس الكلام اللي اتقال من الناس عرفوها هناك إن كان في مشكلة انضباطية ليها علاقة بالكحول. ومهما كانت التفاصيل، مورا سابت الأكاديمية اللي كانت ممكن تغير مسار حياتها، وبعدها راحت جامعة ماساتشوستس أمرست. الاسم صعب. المهم، بدأت فصل جديد واشتغلت ودرست وبنت حياة. كانت بتدرس تمريض، وكانت لسه بتجري ولسه في فريق ألعاب القوى. وبدأت علاقة مع شاب اسمه بيل راوش. بيل دوت كان ضابط في الجيش الأمريكي، وكان وقتها في قاعدة عسكرية. يعني العلاقة كانت عن بعد، تليفونات ورسائل وزيارات متقطعة. وناس كتير وصفوا العلاقة دي بأنها كانت صعبة ومتوترة، وفي الفترة الأخيرة خاصة يعني. بس في الصورة الكاملة لمورا، في جانب تاني، جانب الأزمات. مورا في الفترة اللي قبل اختفائها كانت بتمر بضغوط كبيرة جدا. في شهر نوفمبر 2003، قبل الاختفاء بحوالي 3 شهور، اتمسكت وهي بتستخدم بطاقة ائتمان مسروقة عشان تطلب أكل. والمبلغ كان صغير، والموضوع ما اتعملش منه قضية قانونية كبيرة، بس أثر على مورا نفسيا جدا. وفي فبراير 2004، قبل اختفائها بأيام قليلة، حصلت حادثة. خبطت عربية أبوها في سور على الطريق في منطقة هادلي، بوظت السور والعربية، بس مبلغتش البوليس. سابت المكان من غير ما تبلغ حد. والحادثة دي في العادي ممكن تفضحها، وكانت ممكن تسبب لها مشاكل قانونية ومالية كبيرة. وقبلها بكام يوم، مورا كانت شغالة شيفت أمن بالليل في سكن الجامعة، وجالها تليفون من أختها كاسلين. بعد التليفون دوت، مورا انهارت من العياط. ولما مديرها سألها مالك، قالت له كلمتين بس: أختي. كل دوت، الضغط الدراسي والمشاكل المادية، مشكلة الكريدت كارد، حادثة عربية أبوها، والعلاقة المتوترة مع بيل، وانهيارها في الشغل، كل دوت كان متجمع فوق دماغ مورا في الأيام اللي قبل 9 فبراير. بس في حاجة مهمة لازم تعرفها. الناس اللي عرفوا مورا، أصحابها وأهلها وزمايلها، ما وصفوهاش بأنها كانت منهارة تماما، وصفوها بأنها كانت تعبانة بس مش مكسورة. والفرق ده مهم جدا في فهم القصة. وهنا بننتقل ليوم الاثنين، 9 فبراير 2004. خلينا نمشي في اليوم دوت دقيقة بدقيقة، لأن كل دقيقة فيه مهمة. الصبح مورا صحيت في سكن الجامعة. أول حاجة عملتها، راحت مكنة ATM وسحبت $280 تقريبا.
وهنا السؤال الأولاني، إنها ليه تسحب كل الفلوس؟ لإن لو كانت طالعة زيارة عادية ما كانتش هتسحب كل اللي حيلتها. ال280$ دول كانوا أول دليل خلّى المحققين يحسّوا إن في حاجة مش عادية. بعد السحب مورا راحت محل كحول واشترت صندوق نبيذ وزجاجات كحول تانية، والإيصال اتلقى في عربيتها بعدين، وأثبت عملية الشرا. بس ليه الكحول؟ ده سؤال فضل مفتوح، وبعضهم قال إنها كانت بتخطط تقعد تصفي دماغها لوحدها، وبعضهم قالت إنها كانت رايحة تزور حد. المهم إن الموضوع فيه جدل كبير. وبنروح للساعة 1 الضهر تقريبا، مورا بتبعت إيميلات لأساتذتها في الجامعة ولشغلها، والإيميلات كانت بتقول إنها مش هتحضر المحاضرات الأسبوع دوت بسبب حالة وفاة في العيلة. بس ما كانش فيه أي حالة وفاة حصلت في العيلة في اليوم دوت، ولا أي حد في العيلة قال إن كان في أزمة من النوع ده. يعني الإيميل ده كان مجرد حجة عشان تغيب. عذر بقى لإيه ومعاه رايحة لفين؟ ده محدش كان عارفه. وفي نفس الوقت مورا دورت أونلاين عن أماكن تأجير أكواخ في ولاية فيرمونت، وكمان دورت على خرائط للطريق رقم 112 في ولاية نيو هامبشاير، وهو ده بالظبط الطريق اللي اتلقت عليه عربيتها بعدين. الساعة 2 وشوية الظهر مورا اتصلت بحبيبها بالراوش وسابت له رسالة صوتية وهي بتعيط، وهي كانت في أوضتها. جمعت كل حاجتها في صناديق كأنها بتعزل، وسابت ورقة مطبوعة لإيميل قديم من بيل على السرير. والساعة 3:30 بالظبط، العصر يعني يعتبر، مورا نزلت من سكن الجامعة، ركبت عربيتها السيدان الساترون السودا موديل 96 وسافرت في اتجاه الشمال. والساعة 7:27 بالليل، على الطريق رقم 112 في منطقة وودزفيل، بتيجي واحدة وهي الشاهدة بتاعتنا، اسمها فاس ويستمان. الست كانت عايشة في بيت باصص على الطريق. شافت من شباكها عربية اتزحلقت على التلج وخبطت في شجرة. وفي نفس الوقت تقريبا سواق أتوبيس مدرسة اسمه بوتش أتود كان مخلص شغله ومروح بيته، لقى العربية السوداء عطلانة على جنب الطريق. وقف ونزل، لقى مورا في العربية. سألها: انت كويسة؟ محتاجة اكلم لك البوليس؟ مورا ردت عليه وقالت له: لا شكرا، انا كلمت خدمة انقاذ السيارات. ساعتها بوتش كان مستغرب لأنه هو كان عارف إن مفيش شبكة تليفون في المكان ده خاصة، فاستغرب بس سابها وراح بيته اللي كان على بعد خطوات عشان يطلب هو البوليس. وفي الوقت اللي بوتش دخل فيه بيته عشان يكلم البوليس، الساعة 7:46 بالظبط، أول ضابط بوليس وصل لمكان الحادثة. الضابط بص جوه العربية، مفيش حد. بص حواليه في الطريق الضلمة، مفيش حد برضه. المسافة بين مكالمة بوتش ووصول البوليس كانت دقايق معدودة، وفي الدقايق ديت مورا اتبخرت. البوليس لما فتش العربية لقوا الإيرباج مفتوح من الخبطة، وجوه العربية شنطة هدومها، أكلها، كتبها الدراسية، وعلبة النبيذ اللي كانت مفتوحة بس مورا مش موجودة. في ليلة درجة الحرارة فيها تحت الصفر، في منطقة هادية كلها غابات ونهر وطريق ضلمة فاضي، بنت عندها 21 سنة اختفت في 7 دقايق بس. والبوليس وصل في نفس الليلة وعملية البحث بدأت. بس هنا كان في الأيام الأولى حصلت حاجات أثرت على مسار التحقيق كله. المشكلة الأولانية كانت التأخير، لأن البوليس في البداية ما تعاملش مع القضية كجريمة، عملوها إنها شخص بالغ اختار يمشي بمزاجه. وده معناه إن الاستجابة الأولى ما كانتش بنفس الحجم ولا القوة اللي المفروض تكون في ال48 ساعة الأولانية، اللي هم الأهم في أي قضية اختفاء عامة. فالبحث ما كانش كافي، كان كروتة يعتبر. والمشكلة التانية التلج. المنطقة زي ما أنا قلت لك الجو فيها كان صقيع قارس، والمنطقة كانت متغطية بتلج كثيف. في الأيام اللي بعدها التلج نزل أكتر وتراكم، فكان أي أثر لخطوات مورا التلج غطاه ومسحه تماما. والمشكلة التالتة العربية الغامضة. في شاهدة من ضمن الشهود قالت إنها شافت عربية دفع رباعي تابعة للشرطة، عربية SUV يعني، مركونة وش لوش مع عربية مورا في نفس الفترة، وسموها الشاهدة A Witness A. وساعتها التفصيلة دي عملت لغز كبير. يا ترى مين اللي كان سايق العربية ديت؟ وليه ما تسجلش في التقارير الرسمية وقتها؟ والخيط ده فضل متعلق وعمل نظريات مؤامرة لسنين طويلة جدا يعني. المهم بنروح للمشكلة الرابعة، ودي كانت الجيران. لأن المنطقة دي فيها بيوت على الطريق، وحبة من الجيران اتكلموا مع البوليس، وحبة منهم رفضوا تماما يتكلموا أو يفتحوا بيبانهم للمحققين الخاصين اللي الأهل جابوهم بعدين حتى. والرفض ده أثار الشكوك، بس طبعا ده كله ما يعتبرش دليل. المهم إن عمليات البحث الرسمية استمرت أيام. كلاب بوليس، طيارات هليكوبتر، فرق متطوعين مسحوا المنطقة، بس ما لقوش حاجة. وبعدها بالتدريج البحث الرسمي هدي، وهنا والأهل والإنترنت بدأوا هم
بس عشان تكون فاهم، في سنة 2004 الإنترنت كان مختلف تمامًا، ما فيش تيك توك، ما فيش إنستجرام ولا ريلز، كانت مجموعة منتديات ومجرد إيميلات، ومع كده قضية مورا قدرت إنها توصل لملايين. ومن الأسابيع الأولانية بدأت النقاشات على منتديات متخصصة، ناس كانت بتحلل وبتسأل وبتبحث. وفي 2006 مدون اسمه جيمس رينر بدأ يكتب بشكل منهجي عن القضية، وجمع كل الأدلة، كل الشهادات، كل التناقضات. المدونة بتاعته بقت هي المرجع الأساسي لكل حد بيدور في القضية دي لسنين. وبعدها دخل موقع ريدت واتعمل قسم كامل، سب ريدت مخصص لمورا موري، في آلاف من الأعضاء، فيهم محامين، دكاترة، محللين جنائيين، مبرمجين، وناس عادية الفضول قاتلها ومجرد إنها عايزة تشغل نفسها. المهم إن كان كلهم بيشتغلوا على نفس الملف. فيا ترى هم عملوا إيه بالظبط؟ هم الصراحة عملوا حاجات مذهلة جدا. أولا بدأوا إن هم يحللوا المسار، رسموا بالملي المسار اللي مورا مشيت فيه من الجامعة لحد مكان الحادثة، كل طريق، كل بنزينة، كل كاميرا مراقبة. وتاني حاجة تحليل الخرائط اللي مورا كانت بتدور عليها، حللوا كل الأماكن اللي فيها وحددوا الوجهات اللي كان ممكن تكون رايحة لها. وتالت حاجة التواصل مع الشهود، ناس من الإنترنت قدروا يعملوا اللي البوليس ما عرفوش يعملوه، وفي حالات جابوا معلومات منها ما كانتش موجودة في التقارير الرسمية. ورابع حاجة قدروا يحللوا الأشخاص، وهنا الأمور بدأت تقلب جد واتعقدت. لأن حبة من المحققين الهواة بدأوا يركزوا على أشخاص بعينهم ويشكوا فيهم، جيران في المنطقة، أشخاص عدوا على الطريق، وحتى أهل مورا نفسهم. وبدأت اتهامات تترمي من غير أدلة قاطعة، وفي ناس اتأذت في حياتها وسمعتها بسبب الموجة دي. وده اللي كان بيوضح لك عيب تحقيقات الإنترنت من الناحية الجماعية، لأنها جابت معلومات البوليس ما كانش هيجيبها، ومن ناحية تانية دمرت حياة ناس اتهموا بالباطل. المهم إن قصتنا العزيزة فضلت مفتوحة والقضية ما كانش ليها إجابة، لغاية ما حتى وصلنا ل 2015 وظهرت بودكاستات كتير زي ميسنج مورا موراي، وقعدت تحلل القضية حلقة بحلقة. وفي 2017 قناة أكسجين عملت سلسلة وثائقية كاملة، والوثائقي ده وصل لملايين ورجع فتح النقاش من تاني. بس النتيجة كانت هي مفيش جديد ومفيش إجابة، على الرغم من إن في تفاصيل في القضية ديّة ما بتاخدش حقها في النقاش أساسًا. وخلّيني أرصهم لك. التفصيلة الأولانية حجز الكوخ، مورا موري دوّرت على كوخ للإيجار، بس ما فيش أي حجز اتأكد باسمها، يا إما دوّرت ما حجزتش، يا إما حجزت باسم تاني، يا إما غيّرت خطتها. والتفصيلة التانية كانت إن في حتة قماشة أو فوطة يعني محشورة في شكمان العربية من ورا، وأبوها قال إن هو اللي نصحها تعمل كده عشان العربية كانت بتطلّع دخان وما كانش عايز البوليس يوقّفها. بس في ناس كتير شافت إن دي تفصيلة غريبة جدًا ومش منطقية. والتفصيلة التالتة البنزينة، لإن مورا في طريقها وقفت في البنزينة في السكة ودفعت كاش، ودي كانت آخر صورة ليها متسجلة على كاميرا وهي عايشة. والتفصيلة الرابعة التليفون، في رقم تليفون مورا كلمته كذا مرة قبل ما تختفي، وصاحب الرقم دوّة فضل مجهول فترة طويلة، والبوليس قال إن هو حقق في الرقم بس ما قالش تفاصيل. والتفصيلة الخامسة السجل الطبي، قال إن البعض اكتشف إن مورا كانت رايحة عيادة طبية قبل اختفائها بيوم، ومحدش عرف سبب الزيارة ديّة إيه، لأن السجل الطبي معروف إن هو لازمًا يكون سري. المهم إن كل التفاصيل ديّة وكل تفصيلة من دول لوحدها ممكن تتفسّر عادي، بس لمّا تحطّهم جنب بعض بيدّوك صورة لموقف معقّد جدًا. وده فعلًا اللي بيفتح باب نظريات كتير. وخلّيني أحُط لك النظريات على الترابيزة بأمانة، ومش هاحكم ومش هاقلّل، بس هاعرض لك كل نظرية بمنطقها وبثغراتها. النظرية الأولى كانت الاختفاء الطوعي، وده كان ناس كتير من ضمنهم الشرطة في البداية كانوا فاكرينه إنها هربت بمزاجها. قالوا إن مورا قررت تسيب كل حاجة وتبدأ حياة جديدة، والأدلة كانت إنها سحبت كل فلوسها وكدبت على الجامعة وقالت حالة وفاة ودوّرت على شقق وما طلبتش مساعدة من السواق اللي كان واقف علشانها. والثغرات بتاعة بقى الخطة ديّة إن الجو كان تحت الصفر بكتير، والمشي في التلج من غير تجهيز كان يعتبر انتحار. المنطقة ما فيهاش أي مواصلات، والأهم إزاي واحدة تعيش 20 سنة في أمريكا من غير ما تسيب أثر ورقي واحد، ضرايب، تأمين، أي حاجة، مستحيل تقريبًا أساسًا الكلام دوّة. والنظرية التانية الضياع في الغابة، ودي كانوا بيقولوا إنها حادثة، إن مورا خافت من البوليس عشان كانت شاربة أو عشان حادثة عربية أبوها، فدخلت تستخبى في الغابة، وفي التلج والضلمة تاهت وماتت من البرد. والأدلة كان بيقولوا إنها ما كانش معاها جاكيت تقيل، والنهر اللي جنب الطريق تياره قوي وممكن يسحب أي جسم بعيد. بس في ثغرات وهي إن كلاب التتبع والبوليس والطيارات مسحوا المنطقة دي شبر شبر، ومسحوا النهر ومفيش أي أثر ليها ولا لهدومها. وده اللي بيسيبنا قصاد النظرية التالتة، جريمة قتل.
وكانوا بيقولوا إن حد خطفها، حد كان معدّي شافها لوحدها في الضلمة، فعرض عليها مساعدة أو خطفها، والأدلة بتقول إن سرعة اختفائها في دقايق معدودة، اتأكد إنها ركبت عربية مع حد وما مشيتش على رجلها في التلج، والمنطقة دي للأسف فيها سجل تاريخي لحوادث مشابهة. بس الثغرات ما فيش أي دليل مادي على صراع، ما فيش نقطة دم، ما فيش علامات خناقة جنب العربية أساسًا. والنظرية الرابعة الانتحار، إنها راحت المنطقة المقطوعة ديّة عشان تنهي حياتها بسبب الضغوط، والأدلة كانت انهيارها قبلها بكام يوم والكحول اللي معاها والمشاكل المتراكمة، بس برضه كان ليها ثغرات، إن ما فيش جثة، وأهلها وأصحابها أكدوا إنها ما كانتش في الحالة دي أبدًا، وكانت بتخطط لمستقبلها. المهم إن هُم 4 نظريات، كل واحدة فيها منطق، وكل واحدة فيها ثغرة يعني تنسفها على طول، وما فيش ولا واحدة فيهم جاوبت على السؤال الأهم، مورا فين؟ لأن ورا كل أرقام النظريات ديّة في أب، فريد موري، الراجل اللي عاش عمره كله بتاع انضباط ومسؤولية، وفجأة بنته اختفت. من أول يوم فريد ما وقفش تدوير، نزل المنطقة بنفسه مئات المرات، علق يافطات، اتكلم مع الصحفيين، طلع في برامج، جاب محققين خاصين على حسابه، وفي كل مرة كان بيتسأل نفس الأسئلة اللي بتوجع، والإنترنت ما سابوش في حاله. محققين الكيبورد، الناس اللي قعدوا ورا الشاشات، بدأوا يشكوا فيه وفي تصرفاته ويطلعوا عليه إشاعات مؤلمة. ساعتها فريد رد على كل الكلام ده بوجع، قال لهم أنا خسرت بنتي، وبعدين خسرت سمعتي، الناس دي ما شافتنيش وأنا سهران بموت من التفكير في بنتي. رغم كل دوت فريد فعلا فضل يدور، فضل يضغط على البوليس، وللأسف السنين عدت وفريد كبر جدا في السن، وبعد 20 سنة من العذاب والتدوير في الغابات في كل مكان لسه فريد مستني. مفيش إجابة تريحه في أواخر أيامه، مفيش كلام يوصف وجع أب بيقضي 20 سنة يدور على حتة منه، والزمن بيجري بيه من غير ما يعرف الحقيقة. على مدار 20 سنة حصلت محاولات بحث كتير جدا. 2004 اللي هو البحث الأولي اللي كان بيكلبه هليكوبتر، والنتيجة مفيش. 2006 غواصين نزلوا مسحوا النهر، نهر وايلد أمينوسوك، بشكل أعمق، النتيجة مفيش. 2010 استخدموا رادار بيخترق الأرض GPR في مناطق معينة، والنتيجة برضو مفيش. 2019 استخدموا طيارات درونز متطورة وتكنولوجيا تحليل صور، والنتيجة برضو مفيش. كل الفلوس دي وكل المجهود دوت وكل الوقت ده، ومورا لسه مفقودة. بس احنا نعتبر كده وصلنا للآخر، بس الحقيقة احنا ما وصلناش لأي حاجة، وده بالظبط اللي بيخلي القضية دي كابوس. مورا موري بنت عندها 21 سنة، عندها أحلام، وعندها ضغوط، وعندها حياة كاملة. ركبت عربيتها في يوم برد جدا وسافرت، ومن يوم ما سافرت 20 سنة عدت. أبوها كبر في السن ولسه موجوع، إخواتها لسه بيستنوا تليفون منها، الإنترنت لسه بيهري ويبحث، والبوليس لسه سايب الملف مفتوح. في سؤال واحد بس هسيبه يلف في دماغك، مرة في اليوم دوت كانت شايلة هموم وضغوط وأخطاء وتوقعات من اللي حواليها ويأس، وشالت كل دوت لوحدها، ومطلبتش مساعدة من حد. امتى آخر مرة حد من اللي حواليك كان شايل جبل هموم وانت ما سألتوش مالك؟ ده مش سؤال عن مورا بس، ده سؤال عن الناس اللي حواليك دلوقتي، اللي ممكن يكونوا محتاجين حد يبص لهم في عينيهم ويسألهم انت كويس بجد؟ لأن أحيانا الشخص اللي بيضيع مش بيضيع فجأة، بيبتدي يضيع ببطء وهو قاعد جنبك. المهم ان دي كانت حلقتنا، وده كان لغز مورا موراي، البنت اللي اختفت وراحت وسابت وراها لغز مجنن العالم بقاله 20 سنة. ولو الحلقة دي عجبتك ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل فولو البودكاست هنا على سبوتيفاي، ولو على يوتيوب تفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الحلقات. وفي الديسكريبشن هتلاقي لينكات منصات التواصل لو انت حابب تتواصل معايا. ولو عجبك المحتوى ما تنساش ان انت تعمل له شير مع اصحابك. وبس دي كانت واحده من ضمن الحلقات اللي انا بسجلها وانا جوه مركز التدريب دلوقتي، فارجو منكم ان انتوا تدعوا لي ان الدنيا تعدي على خير، لان اعتقد النفسيه بتاعتي مش هتكون احسن شيء. واشوفكم ان شاء الله في حلقات احسن، واشوفكم باذن الله بعد ما اكون خلصت، واشوفكم في حلقه جديده، ويا رب كلكم تخشوا الجنه. كان معكم محمد الغنيمي، ودي كانت حلقه جديده من بودكاست الارشيف، والسلام.